بيبدأ الفيلم بكارا وهي صاحية دايخة جدا من ليلة شرب تقيلة مرت بيها، والفيلم بيورينا ازاي كارا دي لسه متأثرة بدمار الكوكب بتاع كريبتون، وهي بنفسها بتقولك الكوكب ده ما ماتش من يوم وليلة، وإن الآلهة هي اللي ما رحمتهمش وسابوا أهل كوكبها يعيشوا بعذاب كده بطيء لحد ما كلهم اتعذبوا. وكارا لقت حل للمشاكل دي في حكاية الحفلات والشرب والحياة العشوائية اللي هي عايشاها، وكل ده طبعا مع الكلب الوفي بتاعها كريبتو اللي بقى تقريبا صاحبها الوحيد في الفضاء. وكلارك بيكلمها فيديو كول بيحاول يقنعها ترجع الارض اللي بيسميها بيتهم الجديد، وعايز يفهمها انها لسه تقدر تلاقي مكان جديد، بس كارا بترفض كلامه. في نفس الوقت على كوكب بعيد تاني في قطاع طرق كده بيقتحموا بيت بنت اسمها روس، بيقتلوا اهلها، وزعيم العصابه بتاعهم كان اسمه كريم، وده قرصان فضاء قوي جدا وهدفهم ان هم يخطفوا البنات الصغيره ويخلفوا منهم عشان النسل بتاعهم ما ينقرض. واهل روسي بيحموا بنتها ويخلوها تهرب، بس الثمن ان هم بيموتوا قصاد الحكايه دي على ايد كريم. وبعد كده بنشوف كارا في بار قاعده بتشرب وبترقص كالعاده، وفجاه بتظهر روسي وبتعرض سيف غالي جدا صنع ابوها ان هو مكافاه لاي حد يقدر يخلص على كريم ده. مفيش حد بيرضى يساعدها، وكمان بيحاولوا يسرقوا السيف منها كده، بس كارا لما بتشوف الظلم ده بتدخل تضرب الناس دي. وروسي وهي جواها وجع وعايز تاخد بطارها بتطلب من كارا انها تساعدها لما تشوف قوتها الخارقه دي وتشاركها في رحله الانتقام من كريم. كارا في الاول بترفض بس عشان مش عايزه تحشر نفسها في مشاكل حد، لكن الموضوع بيتقلب 180 درجه لما كريم ده بيسرق سفينه كارا. مش بس كده، ده بيضرب كلبها كريبتو بسهم مسموم ويسيبه يموت، وده اللي بيولع نار الغضب في قلب كارا ويخليها عايز تنتقم منه. ومن هنا كارا بتقرر انها تنتقم مع روس من الراجل كريم ده. بعد كده كان كريبتو اكتشفنا او الكلب قدامه 3 ايام بس ويعيش، ولو ما خدش الدواء اللي هو اصلا مع كريم ورجالته. وكل ساعه بتعدي حالته بتسوء والضغط بيزيد على كارا، وكارا بتركب اتوبيس فضائي كده عشان توصل لمنطقه فيها شمس شويه، لان من غيرها مش هتعرف تستخدم قوتها. والموضوع بيبوظ لما السفينه اللي هم فيها دي بتتعرض لهجوم من قراصنه اسمهم قراصنه فضاء اسلانين، ويبداوا يسرقوا حاجه الناس. فكارا بتكتشف انها مش هتعرف تضربهم من غير القوه بتاعتها، بتتصرف وبتوصل لاشعه الشمس، واول ما بتتشحن كارا بتواجههم وبتضربهم بليزر كده بتاع عينيها وبتفرمهم في ثانيه. وكارا تبدا تحقق مع القراصنه عشان تعرف مكان كريم، وبتستعمل الليزر عشان تخليهم ينطقوا بسرعه، وفعلا بتعرف اللي هي عايزاه. وبعد كده كارا وروسي بيروحوا كوكب اسمه بيلكس اللي اصلا المفروض يلاقوه فيه خيط يوصلهم لكريم. واول ما بيوصلوا بيروحوا البار مشبوه وبيئته صعبه كده. في المكان ده بيكتشفوا ان البنات الصغيره مطلوبين جدا من رجاله كريم ده عشان بيخطفوهم، وشويه كائنات هناك بتفكر تخطف روس. سكارا بتحميها طول الوقت، وواحد منهم بيتحداها فريست او اللي هي مصارعه الدراع يعني، زي ما متوقع سوبر جيرل بتكسبه او كارا في ثواني. والاجواء بتهيج قوي والكل بيهجم على كارا، بس هي بتخلص عليهم وما بترحمش حد. واصحاب البار لما بيشوفوا قوتها دي بيقرروا يساعدوها ويدوها معلومات ويطلبوا منها تروح معاهم البيت عشان ترتاح شويه. اما بيجيبوا لها وسيط يوصلها لكريم، كارا وروسي بيوافقوا على نياتهم كده ومن غير ما يعرفوا ان هم اصلا في فخ وعايزين يوقعوه. ولما بيوصلوا فعلا مع الوسيط ده، كارا بتتكلم مع روسي وبتحكي لها عن ماضيها، وبنشوف فلاش باك كده لشكل كوكب كريبتون كان عامل ازاي وهو بيتدمر. جزء صغير بس اللي فلت وعاش لكام سنه زياده. وللاسف كارا شافت كل اللي بيموت بمرض ملوش علاج، والمرض ده خد ابوها وامها. وكارا كمان قابلت الكلب كريبتو في جنازه امها، وبقى هو الصاحب بتاعها من ساعتها. وبنشوف ازاي ابو كارا قرر يبعتها في مركبه فضائيه كده للارض عشان تبقى في امان وعشان تلاقي كلارك. ونرجع للحاضر، كارا بتحس بدوخه بس المره دي مش من الشرب، دي اتسممت من العيله اللي استضافتها اللي هم عايزين يوقعوها اصلا. العيله دي ليهم بنت مخطوفه عند كريم، وكانوا بيلعبوا لعبه ان هم يسلموا روسي مقابل بنتهم دي بما ان كريم كده كده عايز. بس الخطه بتبوظ لان كريم ده بيقتل العيله دي في الاخر، وتبدا معركه طحن ضد كارا. في اول جوله كده كارا بتواجه العصابه دي بهدف انها بينقذوا البنات وتجيب الدواء للكلب بتاعها. والموضوع بيتحول لمعجنه لما البطله بتقتحم مخابئ العصابه وبتستغل قوتها اللي هي بتاعت كريبتون دي عشان تفتح طريق وسط الاعداء. وهنا بيظهر لوبو اللي هو عامل دوره جيسون موموا، وده صياد جوائز كده فضائي ما بيموت، ومعروف بوحشيته وان هو مغرور وان هو بيحل اي مشكله بدراعه، ويبان ان هو كمان عنده حساب قديم عايز يصفيه مع العصابه دي. وجود لوبو بيعمل لقطات اكشن كده عاليه قوي لانه ليه اسلوب همجي في الخناقات ومع قوه كارا طبعا المنظمه دي. ورغم ان كارا بتنجح انها تحرر البنات دي من المخطوفين وتعمل خسائر جامده في العصابه، بس كريم ورجالته بيعرفوا يهربوا. وبعد المحاوله الفاشله دي كارا وروسي بيمشوا في طريق تاني عشان يلاقوه ويوصلوا لكوكب اسمه بارينجتون. الكوكب ده مش مسالم خالص، ده من اخطر الاماكن في المجره كلها. كوكب غريب وعدائي كده وفيه شمس حتى لونها اخضر وبتضعف الكريبتونيين جدا. الشمس دي بدل ما تديهم قوه زي الشمس بتاعتنا بتخليهم يفقدوا قدراتهم وبتوجعهم جدا وبتخلص طاقتهم بسرعه. وعشان الطين يزيد بله، كورين بيخطف روسي وبياخد لوبو كمان. شرير بيستغل ضعف كارا وبيضربها في مقتل وبياخد اصحابها دول ويبقى هو اللي كسبان في الموقف. وكارا بتحس بالياس وتفهم ان المره دي مش هتعرف تحل الموضوع بالدراع بس، لانها في عالم معمول مخصوص عشان يطفي سوبر جيرل اللي جواه. وبعد كام ساعه الشمس الصفراء بتطلع تاني فوق الخضراء، وكارا بترجع لها قوتها وجروحها بتخف والقوه الخارقه بترجع والتعب بيروح واحده واحده. وبتقرر تلبس بدله سوبر جيرل اخيرا بعد ما فكرت في حياتها وقررت تدي نفسها فرصه جديده. وبعد ما قضت جزء كبير من الفيلم بتهرب من مشاكلها وبتتدارى في الشرب والحاجات اللي كانت بتعملها دي، فهمت اخيرا انها ما ينفعش تعيش محبوسه
في وجع كوكب كريبتون اللي راح. ولاول مره من فتره طويله بتقرر تقبل انها تبقى سوبر جير وتبقى البطل اللي كان المفروض تبقى عليها من زمان، وبتطير على طول ناحيه سفينه كريم وبتدخل الجوله الثانيه ضد العصابه كلها. اللي بيحصل بعد كده واحد من اجمد مشاهد الاكشن في الفيلم كله، انها بتخترق الممرات وبتطير وتدمر الاعداء، ولوبو وروسي بيتحرروا ويساعدوها في المعركه النهائيه دي. لوبو بشخصيته الهمجيه دي بيرمي قنابل ويدمر السفن كلها، وبيعمل تفجيرات ورا تفجيرات تخلي السفينه دي زي مصيده موت لرجاله كريم. ووسط الهيصه دي سوبر جير بتنقذ البنات اللي هم الرهائن وبتجهز عشان تدي كريم ده العلقه التمام. كريم بيتهزم طبعا وبيترمي على الارض، وروسي بتبقى عايزه تخلص عليه عشان تاخد بطارها. وطول الفيلم كان الرغبه في الانتقام لاهلها ده هو المحرك الاساسي، ودي اللحظه اللي هي مستنيها من الاول اصلا. بس كارا بتمنعها وتقول لها لا، لو عملت كده هتشيلي ذنب موت شخص على ضميرك وهتلبسيني انا التهمه انا كمان. والبطله بتبقى فاهمه ان روسي لسه طفله وان شيل ذنب قتل ده ممكن يعلم عليها طول حياتها، عشان كده كارا هي اللي بتخلص على كريم بنفسها للابد وبتنهي التهديد اللي نشر الموت والخراب في كواكب كتير. وبعد كده كارا بتاخد الدواء وتديه للكلب بتاعها كريبتو اللي بيخف في ثانيه طبعا ويرجع زي الحصان. فرحه كارا انها لقت كريبتو بكامل طاقته دي كانت هي المكافاه بعد كل القرف اللي عدت بيه. ولما الامور بتهدى ووقت الفراق بيجي، روسي بتقول انها ناويه تمشي على خطى ابوها وتبقى صانعه سيوف، وكارا بتفرح بقرارها ده وبتعزمها تحضر عيد ميلاد. سوبر جيرل بيخلص بنهايه هاديه كده وسعيده، وكارا وكريبتو بيرجعوا الارض. واول ما بتوصل بتروح شقه كلارك، وكارا بتعترف انها قلبت حياتها على الارض وهتقف جنب كلارك وتساعد اهل مدينه متروبوليس. الجمله دي مهمه جدا لانها بتمثل التحول الحقيقي للبطله. في اول الفيلم كانت رافضه فكره ان الارض بيتها، ودلوقتي فهمت انها تقدر تكرم ذكرى كوكب كريبتون وهي بتبني مستقبلها وسط الناس اللي رحبوا بيها. سوبرمان بيقول لها انه كان محتاج مساعده المره اللي فاتت، يقصد على خناقته مع لاكس لوثر، وهما بيتكلموا كريبتو بيعمل مصيبه وبياكل حته شوكولاته، وطبعا زي ما كلنا عارفين الكلاب بتتسمم بالشوكولاته ما ينفعش ياكلوها. بس بدل ما الفيلم يقفل على تهديد مرعب كده للمستقبل ولا حاجه، انها ركزت على ان كارا لقت المكان اللي هي منتميه ليه والعيله اللي بتسند عليها، وهدف واضح كحد بيحمي الارض، وبتسيب الباب مفتوح لمغامرات جايه جنب سوبرمان في عالم دي سي. النهايه دي بتفتح السكه ان احنا نشوف سوبر جيرل في اجزاء سوبرمان الجايه اصلا، وشبه مؤكد خلاص ان سوبر جيرل هتكون موجوده عشان تساعد كلارك في فيلم مان اوف تومورو ينزل 2027. بس ده كان الفيلم يا جماعه. الفيلم ده يا جماعه على فكره مش عارف هو ما نجحش ليه، بس انا حاسه لطيف يعني. انا اصلا عندي مشكله مع السوبر هيروز شويه، بحس الموضوع بيبقى يعني مش دايما ناجح. بس المفروض جيمس جان كان قال لك على الفيلم ده بالذات ان هو باذل فيه مجهود، ومن كام فيلم فاتوا قال لك يعني ابداوا حاسبوني من النهارده وبتاع. وحتى فيلم سوبرمان الاخير ده عمل كلام كويس جدا، فما اعرفش ازاي الفيلم ده يقع. يعني لو تفتكروا كان في حد قال لك ده احسن فيلم في دي سي لو شلت من افلام باتمان، قال لك ده احسن فيلم من ايام مثلا دارك نايت. شخصيه لوبو بقى دي بتظهر في الفيلم اللي هو جيسون موموا، والقصه دي يا جماعه فكره مقتبسه من روايه كوميكس شهيره بنفس الاسم 2021. للاسف هي قريبه، وانا بحس برضو الحاجات اللي متاخده من كوميكس قريبه دي ما بتلحقش تاخد مساحتها انها اتقيمت صح ولا لا. وعلى فكره اللي كتب السيناريو في الفيلم ده هي ممثله اسمها انا نوجيرا. الفيلم يعتبر جزء اساسي من الفصل الاول المسمى اللي هو جادز اند مونسترز او الاله والوحوش، اللي هو اصلا ماسكه جيمس جان زي ما قلت لكم. فان الفيلم ياخد 50% من النقاد دي يعني ضربه وحشه قوي ليه. وكمان انت اصلا بتعمل فيلم هيظهر فيه شخصيه بعد كده في سوبرمان، فلو الناس كارهه الشخصيه اصلا ما حدش هيستناها. بس اتمنى يبقى يصلحوا الغلطات دي. اشوفكم في حلقه جديده. انا اصلا بصراحه يا جماعه يعني على فكره مع حقوق الست عادي ومع المساواه عادي، بس بحس الحاجات اللي هي معموله بغرض انها تدوس على حته ان الست زي الراجل دي ما يعرفوش يعملوها صح، من كتر هم بيبقوا حازقين فيها. فاهمين ازاي؟ مع السلامه. انا يا جماعه قناه ملخصات من الاخر. لو انت عايز اي فيلم معين قول لي هعمله لك واسيبه لك في الكومنتات. تاني حاجه معانا يا جماعه، انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح بعد شهر مثلا نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه. تمام. عامل ليكوا صاحب على الايفون عايز تكسب وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات، ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه يعني في فيديوهات بتتشاف قوي فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع. فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه.